نحن بنعتبر دخول العامل الروسي أو أي عامل آخر بنعتبره إيجابي ومساند ومساهم. كما ابن العلقمي وغيره من أسلاف حسن نصر الله لم يبشروا يوما إلا باحتلال. طبعا عدد الضحايا يعني فوق 700 وفاة، ولم ينطق حسن نصر الله إلا بالمصائب والكوارث. قريب 900 إصابة، لأنه أكيد في ناس ضاعوا. عجول في الشماتة ومقتنص للمآسي، فيما يغيب في سراديب الضاحية عندما يتعلق الأمر بفضائح حزبه من حشيش ومخدرات. لازم يزرعوا كلنا حشيش، وأنا بشجع الدولة أنه تسمح زراعة الحشيش. لبيك يا رسول الله. لم تكن عجلة حسن نصر الله في الظهور 3 ساعات متواصلة على قناة المنار إلا لبرقية مستعجلة من أسياده في إيران، لا لتقديم التهاني بالعيد، بل فرصة للإفصاح عن مشروع بدأ بسوريا ولبنان والعراق ويمر اليوم في السعودية عبر مقدساتها. الحادثة من المنطقي جدا أن تتحمل الحكومة السعودية المسؤولية كاملة، تدخل مندوبين عن دول التي لحق برعاياها هذه الكارثة، مثلا مثل إيران. مطلب واضح وصريح لحسن نصر الله بجعل مكة المكرمة تحت وصاية إيرانية. لا غرابة في المطلب، سبقه إلى ذلك محمد إمام كاشاني خطيب طهران، واستبدل في إيران أيضا مطلب الموت لإسرائيل إلى الموت للسعودية. من سيعود؟ نحن سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد، نحن سلاطين الخليج الجدد، نحن محور المقاومة. طهران، دمشق، الضاحية. المشروع اللي عم ينشغل عليه إذن هو مشروع يعمل عليه لإضعاف السعودية، يتخذ من حادثة تدافع مشعر منها كبداية. لكن ما الصحيح في تلك الحادثة التي تنوي إيران ونصر الله استثمارها إلى أبعد حد؟ لبيك اللهم لبيك. بينما كان أكثر من 2,000,000 حاج يلبون نداء ربهم، كانت أفواج إيران على الموعد. طبعا عدا عن هذا من عبارات طائفية وتصفيق في الأماكن المقدسة، كان الفوج الإيراني وكما عادت إيران يسير معاكسا للتيار في مسيره وفقا للصور والتوثيقات. يضاف إليها ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط لتصريحات مسؤول إيراني في مؤسسة مطوفي حجاج إيران عن مسؤولية 300 حاج إيراني بحادثة التدافع في شارع 204 بمشعر منى عقب عدم التزامهم بالمخيمات وفترات المكوث، ما أدى لتصادمهم مع أفواج الحجاج القادمة لرمي الجمرات بحسب جدولها الزمني. إلقاء التبعات على الحجاج أن والله تدافعوا وما التزموا، يعني هذا تبسيط للموضوع. أن يكون المتسبب بالكارثة إيرانيون فهذا غير مقبول لحسن نصر الله. لكن بالمناسبة، من هو نصر الله؟ روسي، عراقي، إيراني، سوري، حزب الله. لا بنحكي لا دول. إذن لست بدولة ولا أهلا لها، فلما الحديث والخوض بما هو أكبر منك؟